السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيديو ديال اليوم غادي يكون حول مشكل الدراسة أو صعوبة الدراسة عند بعض الناس اللي كينساو دغيا وما كيركزوش، زائد مشكل الدروس اللي باللغة الفرنسية بالنسبة للناس اللي ضعاف شوية فيها وعندهم صعوبة في الفهم، وبالتالي غتكون عندهم صعوبة في الإجابة على الأسئلة، خصوصا في الدروس النظرية اللي كتطلب تحليل. ان شاء الله في هذا الفيديو غادي نعطي مجموعه من المعلومات والطرق كيفاش تتجاوزوا هذه الصعوبه، ولكن لابد من الرغبه واراده قويه. احنا عارفين ان ماشي كل شيء عنده الامكانيات باش يقرا لغه في مدارس خاصه باش يقدر يواكب مزيان داكشي، علاش خاص مجهود ومثابره وعزيمه قويه، وان شاء الله ربي غادي يوفق الجميع. غنتقسم معكم في هذا الفيديو الطريقه اللي كنت كنستعمل في فهم وضبط الدروس ومازال كنستعملها لحد الان، هي طريقه اللي نفعتني بزاف وكنتمنى انها تنفعكم حتى نتوما. اذا ما ننساش نفكركم اللي كيزور القناه ديالي لاول مره يشرفني ويضغط على زر الاشتراك ويفعل الجرس، وبالنسبه للناس اللي ديجا مشتركين معايا فما تنساوش لايك الفيديو. اذا بسم الله نبداو. اول خطوه ملي تكون غادي تقراو حاولوا تكونوا بعاد على الصداع ما امكن باش التركيز ديالكم ما يتشتتش، وتبداو بالصلاه على رسول الله عليه افضل الصلاه وازكى السلام 10 مرات او اكثر بنيه الحفظ. احنا عارفين بلي اي حاجه حضر فيها ذكر الله وخصوصا الصلاه على رسول الله كتكون فيها واحد الطاقه ايجابيه اللي غادي تعاونكم انكم تركزوا والذهن ديالكم ما يكونش مشتت. ثاني حاجه هي الثقه في النفس وتعظيم القدرات. ثقوا في راسكم وثقوا بلي عندكم قدرات سواء اكتشفتوها او مازال ما اكتشفتوهاش في انفسكم. اي حاجه ممكن تقدروا عليها، فما تقولوش بانني ما نقدرش على هذه الحاجه او لا ما يمكنش ليا نفهم هذه الحاجه. تجنبوا نهائيا الخطاب السلبي مع انفسكم، شجعوا راسكم وثقوا بلي تقدروا تفهموا اي حاجه. فهذا الخطاب الايجابي مع النفس ديالكم غادي يعطيكم ايضا واحد الطاقه وواحد القدره على المحاوله وغادي يجنبكم الملل. ثالث حاجه هي تحدي النفس ووضع هدف معين وتحديد مكافأة لنفسك عند تحقيق الهدف. دائما وضعوا لانفسكم واحد الهدف ولو بسيط، مثلا غادي نبحث ونقلب وغادي نحاول نفهم واحد الدرس او واحد الجزء من واحد الدرس وغادي نشرحه للاصدقاء ديالي. هاد التحدي هذا اللي ممكن ديروه ملي تحققوا ولو نسبه 50% منه، يعني تقدروا تستوعبوا شي حاجه بسيطه وتشرحوها للاصدقاء ديالكم. كافئوا انفسكم باي حاجه اللي تعطيكم طاقه باش تزيدوا تستمروا وتعاودوا التجربه مرات ومرات. من بعد غادي ندوزوا المراحل اللي هي تطبيقيه. غادي تبداو بقراءة الدرس اللي بغيتو تحفظوه 3 المرات وتقسموه الى فقرات. اذا في هذه المرحله هذه غادي تقراو الدرس، ما تحاولوش تفهموه، غير قراو في المره الاولى وفي المره ما قبل الاخيره قسموا الدرس الى فقرات. غالبا تيكون الدرس مقسم، الا كان ما مقسمش غتحاولوا تقسموه. كل فقره غادي ترقموها وتحطوا لها واحد العنوان على حسب الفهم ديالكم. غادي تلقاو ان الدرس الفلاني كيتكون مثلا من 5 ديال الفقرات، غادي تنوطيوها في ورقه على جنب وتكتبوا الدرس الفلاني عنوان الدرس كيتكون من 5 ديال الفقرات، وتكتبوا كل فقره والعنوان ديالها وتخليو واحد المساحه ما بين كل فقره وفقره. ومن بعد كتجي مرحله محاولة فهم كل فقرة وشرح الكلمات الصعبة. هنا بالنسبة إلى كان نص بالعربية فهو الأمر غادي يكون سهل جدا، أما إلى كان باللغة الفرنسية فغادي تكون واحد الصعوبة. لذلك فكنقترح عليكم واحد الطريقة اللي هي تصوروا الفقرات وتحملوا الصورة على تطبيقات تحويل الصور إلى نصوص. أنا شخصيا كنستعمل هذا التطبيق هذا OCR Scanner Image Text PDF Convertisseur. هذا كيحول الصورة اللي خديتيها ديال واحد النص، خاص شرط فقط اللي خاص يكون ان الكتابه تكون واضحه، كياخذ هذيك الصوره وكيحولها لك النص مكتوب. انت ملي كتحولها النص مكتوب كيمكن لك انك تهزها دير لها كوبي وتمشي تكوليها في واحد لابليكاسيون اخرى اللي غادي نوريها لكم حتى هي كنستعملها، اللي غادي تسهل عليكم العمليه ديال الفهم. كما قلت لكم الكتابه خاصها تكون واضحه، من الافضل تصوروها من البوليكوب من الموديول او لا من شي واحد اللي متاكدين انه كيكتب داكشي مضبوط. ومن بعد ما غتكونوا حولتوا الصوره ديالكم ديال الفقره الى نص مكتوب غادي ديروا الترجمه ديالها عن طريق استعمال تطبيقات الترجمه. انا شخصيا كنصحكم باستعمال تطبيق traducteur de langue libre texte vocal traduit. انا غنوريكم دابا طريقه استعمال لي زابليكاسيون بجوج من بعد ما نزلتهم. كندخل لابليكاسيون OCR، كنختار الصوره اللي بغيت انني نحولها لنص مكتوب، هي هذه الصوره. لابليكاسيون كتخيطيها وكتحولها ليا النص كما كتشوفوا على هذه الطريقه. هذه غادي نكوبيها
وغادي نهزها لابليكاسيون الثانيه اللي هي تراديكتور دو لونغ ليبر تكست فوكال ترادوير. فغادي نكوليها في لابليكاسيون وغادي نحول الترجمه. عندنا هنا عربيه للفرنسي، غادي نردها انا من الفرنسيه الى العربيه. النصيحه اللي غنعطيكم بالنسبه لهذا التطبيق هذا او السلبيات اللي فيه، هو فيه اشارات بزاف. باش تفاداو هاد الازعاج منهم فغتكونوا طافين الكونيكسيون في الخدمه كامله. ملي كتكوليو التكست وملي كتختاروا اللغه كتخدموها فقط ملي كتبغيو تضغطوا على السهم باش تبداو الترجمه. اذا ها هي الفقره ديالنا الترجمات. كما كتشوفوا عندنا التسويق وما قبل البيع، معالجه عروض الاسعار والاوامر، دعم العملاء، تبادل الوثائق، فاكس، كتالوج، انتاج، البنيه التحتيه واللوجيستيك، قنوات التوزيع اللي هي كانو دو ديستريبيسيون. فإلا عكسنا العملية وهزيت هذا النص هذا اللي ترجم باللغة العربية ونعاود نحوله للفرنسية فغادي يعطيني نفس النص الأول. غتلقاو فقط واحد الاختلاف في الكلمة ديال ماركتينغ افون فونت غادي يردوها ماركتينغ بري فونت، ولكن راه نفس المعنى كيبقى. ومن بعد ما غتكونوا ترجمتوا الفقرة وفهمتوها مزيان غادي تحاولوا انكم تستخرجوا من كل فقرة الافكار الاساسية ديالها وتعاودوا الصياغة ديالها بطريقتكم الخاصة. ومن بعد غادي نرجعوا الورقة اللي نوطيتوا فيها العنوان ديال الدرس زائد عدد الفقرات، وغتمشيو كل فقرة غتكتبوا فيها عدد الافكار وتعطيو واحد المختصر ديال الفكرة وتحطوها على جانب. هكذا ملي غتساليو الدرس غتلقاو راسكم عندكم واحد المختصر ديال الدرس اللي فيه العنوان وعدد الفقرات والافكار. ممكن تخليوه تبقاو ترجعوا ليه في المراجعه، او لا ممكن انكم ديروا واحد الطريقه اخرى اللي هي تحولوا هذيك الافكار على شكل دي شيما، اشكال هندسيه اللي تصاوبوها نتوما بالطريقه اللي كتناسبكم نتوما واللي تكون مرتبطه فيما بيناتها باش توضح لكم الافكار اكثر. النصيحه اللي غنعطي للناس اللي ضعاف في اللغه الفرنسيه انهم يخصصوا واحد الربع ساعه في النهار يوميا انهم يتعلموا فيها 5 الكلمات باللغه الفرنسيه. يديروا واحد القاموس ديالهم يكتبوا في واحد الدفتر كل نهار 5 الكلمات ويحاولوا انهم يفهموهم ويعقلوا عليهم. هكذا مع المده غادي يتطوروا راسهم وغيلقاو راسهم في الاسبوع تمكنوا انهم يضبطوا 30 كلمه جديده وتعلموها. وهكذا غادي يراكم واحد القاموس خاص بهم اللي غادي يساعدهم لا في الدراسة ولا في الحياة بصفة عامة. وحاجة أخرى اللي غادي تعاونكم بزاف أنكم تضبطوا لا برونونسياسيون ديال لا لونغ فرونسيز، هي انكم تفرجوا في افلام باللغه الفرنسيه وما تكونش فيها الترجمه بالعربيه. يعني غتبقاو نهار على نهار كتفرجوا وكتسمعوا واخا ما تفهموش المره الاولى المره الثانيه، مع المده غادي تستطيعوا انكم على الاقل تكتسبوا لا برونونسياسيون. ومن بعد ممكن انكم تاخذوا واحد الدفتر ايضا وتبقاو تقيدوا الكلمه اللي ما عرفتوهاش وتمشيو تقلبوا عليها في الديكسيونير او تجيبوا الشرح ديالها وتشرحوه بطريقتكم، وايضا تنوطيوها في هذاك الكتاب اللي غيتسمى القاموس الشخصي ديالكم. ايضا نصيحه اخرى هو انه ملي تكونوا في الدرس حاولوا انكم تفهموا في القسم ماشي حتى تجيو للدار. يعني اي واحد ما فهمش شي حاجه ما كنظنش الا قلتي للاستاذ عاود ليا او لا ما فهمتش ما غاديش يعاود لك، فقط كتبقى مساله ديال المبادره. انت خاصك تاخذ المبادره وتحيد الخجل، انت جيتي باش تتعلم، اذا من حقك انك تتعلم وتعطي فرصه لراسك انك تسول، ومن حقك ان الاستاذ يجاوبك. ايضا ملي كتدخل عند الاستاذ وكيعطيكم البلان ديال الموديول، ضروري قبل ما تبداو الموديول خاصك دير واحد البحث عليه، وقبل ما تبداو اي درس خاصك دير بحث ايضا وتشوف التعاريف اللي ممكن انك تحتاجها وشنو هو المحتوى ديال هذاك الدرس باش كيكون عندك واحد الاستعداد قبلي كتكون ديجا واخد معارف. حاجه اخرى من الافضل انكم ديروا مجموعات اللي تكون من 2 أو 3 الافراد او اكثر اللي تكونوا متفاهمين بيناتكم وعارفين المستوى ديال بعضياتكم، اللي ممكن انكم تتعاونوا وتبادلوا المعلومات والمعارف. ونرجعوا فيما يخص فهم الدروس، فمن بعد ما درتوا الافكار الاساسيه وتخرجتوهم وفهمتوهم غادي ديروا واحد التسجيل صوتي غتشرحوا فيه هذوك الافكار بالطريقه ديالكم الخاصه. يعني ملي كنقول الطريقه الخاصه كل واحد يشرح بالطريقه اللي بغى، الطريقه اللي يقدر انه هو يفهمها، وخا يكون كيستعمل امثله عاديه من الحياه اليوميه، المهم انه هو يقدر يفهمها ويبقى يتصنت ليها ملي كيكون كيتسنى البيوس او لا في الطريق. والناس اللي اختاروا انهم يصاوبوا رسومات واشكال هندسيه اختصروا فيها الدرس، من المهم جدا انهم يعلقوهم على الحائط ويبقاو كيشوفوهم باستمرار، هكذا غادي يرسخوهم في الذاكره ديالهم. ومن بعد ما درتي واحد المجهود انك تفهم وتعقل على الدرس
غتجي مرحلة الراحة والاسترخاء والنوم الكافي. ضروري من انك تاخذ واحد القسط ديال الراحة وتكون النوم ديالك منتظم، خصوصا في الساعات الاولى من الليل تستافد منهم. وإلا بغيتي تكمل ممكن ان تفيق بكري، غادي تكون استفدتي من واحد الساعات ديال النوم اللي غادي تعاونك على انك تكمل بكل نشاط. ومن هادشي كله ما نساوش وقت المتعه ووقت ممارسه الرياضه بانتظام. ضروري خص يكون عندك واحد الوقت في اليوم اللي تمارس فيه الرياضه، ولو المشي او حركات رياضيه في المنزل اللي تجدد بهم الطاقه ديالك وتساعد الجسم ديالك على طرد السموم وتكون الدوره الدمويه كتدور بشكل سليم. كاين ايضا واحد النقطه اللي قريت عليها وبغيت نتقاسمها معكم، هي تجربه المشي الى الخلف. درت واحد الدراسة في جامعة بريطانيا حول ربط الزمان والمكان من أجل تحسين القدرة على استحضار الأحداث. فكانوا كيعطيو لواحد الناس أنهم يتمشاو إلى الخلف لمدة تقريبا 5 دقائق، ولقاو بأن هذوك الناس كتكون عندهم قدرة على استرجاع الأفكار والأحداث أكثر من الناس الآخرين اللي كيتمشاو إلى الأمام. فآخر حاجة اللي بقات نتكلموا عليها هي النظام الغذائي. بطبيعة الحال خص يكون نظام متوازن اللي غني بجميع المكونات، الأسماك، الخضر والفواكه والمكسرات اللي كيعطيو طاقة للجسم وكيساعدوا على التركيز. كانوا هادو مختلف النقاط اللي بغيت نتقاسم معكم، كنتمنى انهم يفيدوكم. فقط اللي كنبغي نوصي عليه اكثر انه ما تحاولوش تحفظوا الدروس ولكن فهموا، لان الحفظ فقط الا مشات لك كلمه واحده كيضيع لك كلشي وكتبقى مبلوكي، ولكن الا فهمتي غتعرف كيفاش دير تسلك راسك وغتقدر انك تجاوب باسلوب ديالك الخاص. حاجه اخرى في الطريقه اللي قلت قبل انكم تبقاو تكتبوا عنوان الدرس والفقرات والافكار، فخصكم تبقاو تعقلوا على ان مثلا عنوان الدرس كيتكون مثلا من 5 الفقرات، كل فقره فيها 3 أو 4 الافكار، كل فكره علاش كتهضر، وهكذا غتكونوا كتنطلقوا من الكل الى الجزء. وهذه الطريقه اللي كننصح بها بزاف لانني انا شخصيا كنديرها ونفعتني بزاف.